بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم اعزائي المشاهدين في الكلام على ايه. والحقيقه الفتره اللي فاتت كنا ناقشنا سلبيات كتير بتحصل في المجتمع، وايمانا من بدور الاعلام في تحسين نفسيه المواطن. النهارده هنتكلم في ازاي تعيش بصحه نفسيه عاليه ويبقى عندك وعي وتفهم نفسك وتفهم اللي حواليك، ازاي تنور فتنور كل اللي حواليك. وافضل حد هيكلمنا النهارده عن ده هو ضيفنا النهارده اللي مشرفنا دكتور احمد لطيف، باحث في العلوم الانسانيه ولايف كوتش وصاحب اكاديميه ELA. اهلا بيك يا دكتور معايا. استاذه نور، ازيك؟ عامله ايه؟ اهلا بيك. اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين كلهم. اهلا بيك، منورنا. محتاجين الاول نعرف الساده المشاهدين هو يعني ايه تنور فتنور كل اللي حواليك. انا اول مره سمعت اصلا الموضوع ده يعني كنت بضحك، يعني مش فاهم هو الموضوع جاي منين بالظبط. بس هو في الحقيقه احنا لو تخيلنا التشبيه ده كده، ان لو احنا قاعدين فعلا في غرفه مظلمه وحد دخل هو منور، يعني حاطط نور عليه، فطبيعي ان الاريا والمنطقه والزون اللي هيكون موجود فيها هتنور شويه. فلو في اي حد واقف جنبه بيجي عليه جزء من النور ده. الله، حلو قوي. وده اللي احنا دايما محتاجينه وعشان كده دايما بنقول ان السلوك معدي. اكتر ما الاب يقعد يقول لاولاده اعملوا كذا، واكتر ما الزوج يقول للزوجه، واكتر ما المدير يقول للتيم بتاعه، هو محتاج هو ينور الاول. ينور الاول يعني وعيه يزيد، حكمته تزيد، طريقه تناوله للامور بسلاسه بتخلي الناس اللي حواليه هم كمان يكون عندهم سلاسه. وعشان كده دايما بنلاقي ان الاب العصبي بيطلع ولاد عصبيين جدا، المدير العصبي بيطلع ناس في التيم عصبيين جدا، المدير ومش فاهمين اصلا ده جه منين يعني. مش عارف. ومن هنا بنقول ان كده عايزين نور يكون موجود عند المدير، عند الاب، عند الاخ، علشان اللي حواليه يبداوا يتعاملوا بنفس السلاسه اللي موجوده عنده. وعشان كده زي ما السلوك معدي، فاحنا محتاجين يكون عندنا شويه سلوكيات حلوه، بالاخص لما نكون في اي منصب ذو مسؤوليه. واي حد هو في منصب ذو مسؤوليه، واللي مش في مسؤوليه النهارده بكره هيبقى بمسؤوليه، وده الطبيعي. حتى اللي قاعده في يعني سيده البيت هي منصب مسؤوليه، هي بتربي اجيال. طبعا طبعا. طيب، في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنعيشها، الناس عندها حاله من الزهق والملل من الشغل او من البيت، ازاي نخرج من الحاله دي؟ اكتر حاجه بتقابلني في الكوتشنج سيشنز دايما وفي المحاضرات والتدريبات، ان الناس دايما عندها حاله من الزهق فظيعه، اللي هو انا زهقان من شغلي، انا مليت. وممكن على فكره يبقى بقاله فيه مثلا سنه، يعني لسه ما كملش، ولكن في حاله من الزهق والملل، لان احنا حاطين المعنى بطريقه مش صح. بمعنى ايه يا دكتور؟ بمعنى ايه؟ عندنا حاجه في علم النفس قويه جدا، جمله بحبها قوي، بتقول ان جوده حياتك جايه من جوده المعاني اللي انت عايش بيها. فانا حاطط معنى على ايه، وبالتالي انا بأؤدي بطريقه شكلها عامل ازاي. فمثلا انت بتحبي شغلك، فوانت جايه بتبقي نازله من البيت عامله ازاي؟ مبسوطه لو انا بحبه. بالظبط. وانت جايه مبسوطه، وانت قاعده مبسوطه، وتتفرجي على شغلك بعد كده مبسوطه، فانت حاطه على شغلك معنى السعاده، فالاداء هنا بيختلف تماما. بتفرق هو جدا. يعني لو انا يعني اغلب الناس بتقول يعني بالنسبه لها الشغل مكان ممل ورايح اللي هو ايه يعني يعني رايح خلينا اروح بقى اللي هو ايه نخلص، او الخرابه للاسف بيتقال عنها كده. فده معناه ان المعنى ده ممكن ياثر على شغلك. هو ان انا ابقى واعي بالمعنى السلبي الاول، اللي هو الملل او الزهق او الكلام ده، وبعدين اقعد اقول طيب انا لو مش عايز ادي معنى الملل للشغل، ايه المعنى اللي انا ممكن اديه؟ ده سؤال لكل الساده المشاهدين النهارده. ايه المعنى اللي ممكن تحطه؟ ابسط المعاني خالص واجملها حتى، ان انا ممكن اقول ايه، انا رايح الشغل ده علشان انا برضي ربنا بس. يعني حتى ده لو هو ما بيحبهوش خالص ولا اي حاجه، يعني ما فيهوش سعاده، ما فيهوش اي حاجه، فانا عايز اتقن في شغلي عشان ربنا يكرمني. بهذا المعنى بيروح بيؤدي في الشغل اداء اكتر من فكره الملل. ولو احنا جينا وناخدها من بره بقى الشغل خالص، وناخدها في الاسره، فنلاقي مثلا ان حد حاطط معنى على اولاده، زي مثلا الدوشه. فاول ما بيشوف اولاده، هو من قبل ما يجوا يكلموه ولا اي حاجه هو بيحس بضيق على طول موجود جواه، بيحس بدوشه، فيبقى لسه جاي يا بابا اصل مش عارف كذا، بس ابعدوا عني دلوقتي، هي لسه ما لقيتش حاجه، بس انا حاطط على اولادي معنى الدوشه. طب ما فبيأثر عليك ده جدا، لمجرد المعنى، لمجرد المعنى ومجرد وعي بالمعنى. انا حاطط على اولادي ايه عشان انا بعملهم بالطريقه دي، فاحط مثلا عليهم معنى النعمه، احط عليهم مثلا معنى العزوه، معنى اللمه، معنى العيله، معنى الرحمه، الوقت الحلو في يومي، الله حلو قوي، حلو قوي الريفريمنج ده، ممتاز. الوقت الحلو في يومي. من هنا الامور بتتغير، بيبدا استقباله لاولاده بيختلف، استقباله للحياه. عندنا برضو الحاجه المشهوره جدا جدا في الجواز، انت هي اسمها ايه؟ فاسمها الحكومه. طب ما انا لو داخل على الحكومه هبقى داخل عامل ازاي؟ يعني شكلي هيبقى عامل ازاي وكده. فالمعنى اللي محطوط حتى لو بنقوله بهزار،
السبكونشس مايند، ودي حته ممكن نبقى نتطرق لها شويه، ان العقل اللاواعي ما بيفرقش ما بين الحقيقه والخيال، ما بيفرقش بين الهزار والجد. فالهزار حتى لو ايه؟ هزار؟ حتى لو هزار السبكونشس ما بيفرقش، فهو بياخد كل المعطيات اللي جايه، فاللي جايه ايه؟ الحكومه. فخلاص، فانا بالنسبه لي بقت مراتي هي الانسانه الجافه، الانسانه القويه، الانسانه العصبيه، الانسانه اللي هتعامل بالكلام ده. فناخد بالنا من المعاني، حتى لو بنهزر بيها نرجع تاني نحط معنى، لا مش هو ده، ان عقلنا اللاواعي بيستقبلها وبينفذ زي ما اللي هي فيها. زي ما هي. عشان كده الناس بتضايق قوي من الهزار، يعني حد يجي يقول لك ده هزروا معايا زياده قوي، لا ده كده يا جماعه بقى انتوا مش عارف ايه. فعشان كده الهزار فعلا كتير بيقلب بجد في الطريقه دي. طيب سؤال تاني يا دكتور، بعد ما انا قدرت ان انا اطور من نفسي، لما بنزل بقى على ارض الواقع واتعامل للناس، للاسف في ناس حوالينا مش بيساعدونا على ده، بيخرجوا اسوأ ما فينا، فبالتالي ان احنا بنتعامل بالطريقه دي، نتعامل ازاي مع ده؟ طبعا ده حقيقي. هو الاول بنشوف المعنى اللي جاي من الناس اللي كنا بنتكلم عنه من شويه، وده يمكن حاجه من العلوم الجميله جدا، حاجه اسمها العبقريه النفسيه، وواحده من الحاجات اللي بتفرق قوي قوي مع الناس تغيير المعنى. فكمان لو جينا بقى العبقريه النفسيه ده عباره عن ايه ده؟ العبقريه النفسيه عباره عن الجوده بتاعت حياتنا اللي اتكلمنا عليها من شويه. ده كورس العبقريه النفسيه. تمام. كورس يعني الناس بتقدر تنتقل جواه للمشاعر بتاعتي، وازاي انا اكنترول على افعالي وتصرفاتي وكلماتي ومشاعري، ازاي انا اعرف امانج الحته دي. من هنا بنخرج بالمعاني كمان اللي احنا حاطينها على الناس. بس في الحقيقه عشان نقدر نحط معنى على الناس كويس ونعرف نتعامل معاهم، الشخص ده عامل ايه، احنا محتاجين نعرف هم مين الناس دول اصلا. وهنا بيجي دور حاجه صايحه يعني فوق الفظيعه، تمام، في العلوم النفسيه، وهي اسمها الانياجرام. من هنا بقى موضوع كبير بقى، التايبس والناين تايبس، وقد ايه انا اكون فاهم كل تايب ده اخباره ايه، وانا اعرف اتعامل معاه ازاي. اجمل حاجه في الموضوع ده اللي تخلينا نعرف نتعامل مع الناس عشان ما يطلعوش اسوأ ما فينا، الانياجرام هي انماط الشخصيات. انماط الشخصيات. شخصيات مختلفه، 9 انماط من الشخصيات، لما بنعرفهم بتفاصيلهم بكل حاجه فيهم، الحياه معانا بتتغير. ايه اللي بيختلف يعني؟ اللي بيختلف ان انا اعرف الدافع اللي ورا السلوك. علوم كتير جدا جدا بتقول اللي بيعمل كذا يبقى اسمه كذا، ده سلوكه كذا. وعشان كده دايما مشهور جدا على الفيسبوك وترند كبير جدا على السوشيال ميديا وكده، نرجسي وسام والكلام ايه ده؟ معنى كده ايه ان الكلام يعني ده مش حقيقي؟ لا، الكلام ده في جزء منه اوكي تمام، بس احنا يعني هي مسميات موجوده مش تحت علوم واضحه ومعينه نقدر نعرف منها النرجسي ده هو ليه بيتصرف في التصرفات النرجسيه دي، السام ده هو ليه بقى سام. الجميل في الانياجرام انها بتقول هو ليه الشخص ده عمل كده، الدوافع كلنا بنعمل نفس الحاجه، بس الدافع اللي بيحرك كل حد مختلف. ينفع ناخد مثال من طبعاً. شخصيه؟ يعني مثلا انا بحب اساعد الناس، تمام، الدافع مختلف. انا بحب اساعد الناس علشان اظهر قصاد الناس كلها تقول الله ده احمد ده جميل، ده الله ده احمد ده ما بيسيبش حد لما يقف جنبه. دي شخصيه، دي شخصيه. دي الدافع ده ما بيظهرش للناس، ده بيكون جوه الشخص نفسه، بيكون جوايا، انا محتاج اكتشفه. استاذه نور بقى عندها دافع مختلف. انا بحب اساعد الناس عشان دي الحاجه اللي انا بتغذى عليها، لما بروح انام وانا مبسوطه ان انا كاني بأؤدي دوري في الحياه. سي تايب 2 مثلا. فهنا الموضوع مختلف. فده بيعمل ده من باب ان انا عايز اتشاف. واستاذه نور بتعمل الموضوع ده من باب تاني خالص، ان انا لا دي الحاجه اللي بتغذى عليها، ده انا لو ما ساعدتش الناس يحصل لي حاجه. بالعكس، ده انا طول الوقت كده، وعشان كده تبقى ماشيه تدلدق مشاعر في كل حته في الدنيا. انا لو عرفت ده، يعني دي هيفرق في تعاملي مع الشخص جدا. لو عرفت ده هيفرق ان انا بقيت فاهم المنطقه اللي جاي منها. زي مثلا امي مريضه، تمام، مثلا وفي المستشفى مثلا، يعني بدي مثال. فمن ضمن الحاجات الجميله هي بتبقى ما تتحركيش، ما تعمليش، انت تعبانه، هي لو اتحركت نزلت ادت كوبايه ميه للمريضه اللي جنبها، هي بقت كويسه. فلو انا فهمت ان ده لو اعتبرنا انها زي ما حضرتك قلت بتحب تساعد الناس، طبعا لو اعتبرنا ان هي المثال اللي احنا اديناه كده، هنا الموضوع هيبقى مختلف. يعني ده لصالحها، يعني انا كده بديها حاجه كويسه. فهمت طبعا. الله. طب لو ابني بقى من النوع اللي بيحب يتشاف، لا انا بعمل ده عشان اتشاف، يبقى هو محتاج مني تقدير، فطول الوقت اقول ايه، الله ده بيعمل كذا، ده مش عارف، فانا هنا ابدا ان انا ابرزه اظهره. طب على الجانب الثاني لو تايب 1 وهو بقى بيجلد ذاته جدا وبيجلد نفسه طول الوقت وكده، تايب 1 جلاد قوي كده، دايما كل شويه على طول بيلوم نفسه على الحاجات اللي بيعملها، فمش محتاج لما يخطئ اقعد اقول له ايه السؤال الشهير اللي احنا دايما بنساله لاولادنا ولاخواتنا وكده، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ما هو انا اصلا بسال نفسي ايه اللي خلاني اعمل كده، فانا مش ناقص، يعني بالظبط كده. لو اعتبرنا ان حد عنده الطفل ده تايب 1 ودايما بيجلد نفسه، تخيل بقى لو الاب او الام، يعني معلش انا عارفه دخلنا في حته، قعد يقول له ايه اللي انت عملته ده، يعني ممكن يعمل ايه في نفسيه الطفل ده؟ ممكن يعمل له اكتئاب، ممكن بعد كده بياخده بعد كده يطلع بيه على اطباء نفسيين، وده بيحصل كتير قوي. لان هو مش محتاج ان احنا نقول له كده، هو لوحده. فلو انا قدرت ان ابني هذه الشخصيه،
او زوجتي هذه الشخصيه، يبقى بلاش تلوم عليها علشان ما توصلهاش لاسوأ حاجه موجوده عندها. فانا هنا بنعرف الانياجرام بنرحم الناس اللي حوالينا بطريقه معينه بنعملهم بيها، وبالتالي عامله زي الكوره بالظبط. فانا حدفت الكوره مليانه رحمه، هي بترجع لي تاني مليانه تقدير مليانه ود. ليه؟ لاني بابا لم يقسو عليا في الموقف ده، ماما ما عملتش معايا الحاجه دي، جوزي قدر الموقف ده. فهنا المنظومه بتتغير لما بعرف الناين تايبس واعرف انا مركزي فيهم فين والناس اللي حواليا عاملين ازاي، الحياه بتتغير. دي مش رفاهيه بقى يا دكتور ان انا اعرف علوم زي كده؟ طبعا. لا بجد، يعني لو انا عندي علم الانياجرام، فانا لو عشت بيه هو مش رفاهيه ان انا اعرف ده هو لازم عشان اعرف اعيش بصحه نفسيه كويسه واعرف اتعامل مع اللي حواليا. انا يمكن 16 سنه في مجال العلوم الانسانيه، وفي الانياجرام بقالي 5 سنين. انا كنت فاهم بقى ان ساعتها بقالي 11 سنه، فانا كده يعني لا، انا لما درست الانياجرام من 5 سنين حسيت ان انا كان ناقصني حاجه كبيره قوي، انا كنت محتاجه في حياتي حاجه كبيره جدا يعني. انا ينفع اقول تجربه شخصيه؟ انا مؤخرا لما سمعت عن دكتور احمد والكورسز اللي هو بيقدمها، فطبعا ده الفضول خدني ان انا اروح اشوف هم بيعملوا ايه من كتر سماعي للناس اللي حضرت حاجات زي كده. عندك من ضمن الكورسز اللي انا حضرتها الانياجرام. انا عايزه اقول لك ان انا تقريبا بقيت اشوف الناس شفافه حرفيا بسبب علم الانياجرام ده. كمان فادني في شغلي، بقيت بالعلم ده انا بكسب فلوس. يعني مش كفايه بس ان انا كنت اتعامل مع الناس بشكل مريح او نفسيتي تكون احسن او ما اظلمهمش او اصدر عليهم احكام، لا ده انا كمان عرفت اتعامل مع الكلاينت بتاعي. يعني لو هتكلم عن حته شخصيه، فبالتالي بقى بالنسبه لي مصدر كسب يعني. طبعا هو الناس بتجمع حواليكي دايما يسالوكي طب احنا ايه بنعمل ايه؟ انا كنت بستغرب بقول لهم في ايه. فطبعا دي حته فعلا مهمه جدا، وبتتحول بعد كده لمكاسب ماديه رهيبه، لاني انا لو فهمت في شغلي كويس اولا هعرف اعين التيم بتاعي، يعني هعرف اختار مين يعمل ايه، ده مهم جدا. حلو يعني مش كل الناس تشتغل اي تي مثلا، مش كل الناس تشتغل في السيلز، مش كل الناس تشتغل في المانجمنت. بعرف احط كل حد في مكانه فينتج ويطلع احسن ما فيه. طبعا الشركات العالميه دلوقتي بتعمل كده، بتشوف هو اخباره ايه. يعني بدل ما مثلا اعمل انترفيو مثلا ل 10 كده وخلاص، لا انا عايز اعمل انترفيو ل 10 اشخاص كلهم تايب 1 مثلا محتاج التزام، محتاج دقه عاليه، محتاج كواليتي، محتاج جوده. دي من صفات الشخصيه دي بالظبط كده. طبعا يعني ان شاء الله في حلقات اخرى احنا ممكن نتكلم عن الموضوع ده باستفاضه، ونشرح الناين تايبس دول اخبارهم ايه، وندخل جواهم. يعني من الحاجات الرائعه. ممكن يعني 3 شهور ولكن يمكن بيغيروا كتير قوي في حياه الناس يعني. طيب يا دكتور سؤال، هل الانسان لما بيدرس الانماط دي هل ده هيكون مؤثر بالطريقه اللي تخليه حاسس بكيانه وشخصيته؟ التأثير واحدة من الحاجات المهمة بعد ما فهمت الناس اللي حواليا وفهمت نفسي أولا، وده مهم جدا. بعد كده بقى ببدأ أدور إزاي أكون إنسان مؤثر بقى، إزاي أنا أثر في الناس دي. مش بس فهمتهم، أنا عايز كمان أكون مؤثر فيهم. من هنا بنبدأ بقى نفهم من الأول إزاي نخاطب السب كونشس بتاع الناس، يعني ازاي اخاطب اللاواعي بتاعهم. طول ما انا بخاطب الواعي بتاعهم فدايما في مقاومه. لا ثواني، يعني ايه يا دكتور؟ يعني اقدر ان انا اخاطب حد من غير ما يكون عارف اصلا انا بوصل له مسج؟ ان انا بخاطب انا بخاطبه فعليا، بس بخاطبه على مستوى اللاواعي. فرق رهيب جدا جدا. عارفه بتترجم تقريبا في بيكون إيه؟ تاثيرها اعلى، صح كده؟ بكتير جدا. بتترجم في ايه؟ ان مثلا تيجي تقولي فلان ده انا ارتحت له، لا انا حابه اقعد معاه، انا حابه اشتغل معاه. هو مش فاهم اصلا ايه اللي حصل، مش فاهم اللي حصل ان السب كونشس هو اللي ارتاح، فاداله شعور بالراحه من غير ما يقوله سبب. احنا بقى لما بندرس بنفهم هو ايه اللي حصل بالظبط. فالموضوع ده كان بيحصل مع الناس اللي كنا بنسميهم زمان ناس البركه. يعني ده تيتا، ده جده، ده مش عارف ايه كده. ولكن الموضوع ده علم. انت تقدر تكون الناس البركه دي بس تتعلمها بجد. يعني تقدر تكون الشخص اللي قادر يخاطب العقل اللاواعي بتاع الناس فيرتاحوا لك وتبقى مؤثر فيهم، من غير ما تكون من الناس البركه دول كده وخلاص. لا، تكون بتتعلم تعمل ده ازاي. ده تقريبا كورس برضو ده كورس ده في الحقيقه ده في علوم البرمجه اللي هو العصبيه. من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنعمل فيها الموضوع ده. ازاي تفهم العقل الواعي، تفهم العقل اللاواعي، تفهم 21 قانون للعقل اللاواعي هو بيشتغل ازاي، تفهم الالفه والرابور بيحصل ازاي ما بينك وما بين الناس. فشويه تفاصيل يعني لا تتخيلي صغيره قد ايه ممكن تبقى في القعده اللي موجوده ما بيننا شكلها عامل ازاي. ممكن تبقى في السمايل، ممكن تبقى في اختيار نفس الكلمات اللي استاذه نور بتستخدمها، انا كمان بستخدم نفس الكلمات. ممكن تبقى على مستوى الانرجي والطاقه، هي بتحب ايه. كل دي حاجات لما بتظبط وبتتعمل وبيحصل التقاء في الافكار وفي الثقافه وفي الطاقه، بيحصل مخاطبه للعقل اللاواعي. فسبحان الله يجي حد يقول لك انا ارتحت لفلان، وحد تاني يقول لك انا ما ارتحتلوش خالص. فالتاني يقول له طب انت ليه ما ارتحتلوش؟
ما عنديش ولا سبب، بس فعلا مش عايز اشوفه تاني. هو مش فاهم ايه اللي حصل. هو مش فاهم ايه اللي حصل. فاحنا لما بندرس حاجه زي كده بنتعلم بقى ازاي نأثر طبعا في اللي قدامنا ويكون معانا مفاتيحه. بتحصل يعني جدا في موضوع العريس والعروسه وكده. يا بنتي رفضتيه ليه؟ طب ما كان كويس وكده. ابدا، لو اخر واحد في الدنيا مش عايزاه. الله، حلو قوي ده. ممكن يعني طبعا يكون هو ده الهدف. هو طب اديني سبب اكتبه كده يعني. طب اقول للراجل ايه؟ ما اعرفش، هو انا مش عايزاه. ما ارتحتش. السب كونشس ما ارتاحش، ده معناه ان هو عمل حاجه من غير ما هي تاخد بالها، بس السب كونشس بيلقط. فلقط الحاجه دي فقال لها ده مش حلو. فبالنسبه له الترجمه ان انا ما ارتحتش بس خلاص. فوصل لها هذا الشعور. حلو قوي. بيقولوا عليها كده لله في لله. سؤال يا دكتور، هو مش برضو علشان الانسان يكون مؤثر في عامل رئيسي في ده ان اصلا يكون عنده ثقه في نفسه؟ طبعا ده مفتاح. ومفتاح يعني ملهم ومفتاح كبير جدا جدا. هل ده بيتم تعليمه يعني؟ طبعا لو حد ما عندوش ثقه في نفسه، هل في حاجه يقدر ان هو يدرسها او ياخدها او يحضرها تخلي عنده ثقه في نفسه اكتر، وبالتالي يبقى معاه المفتاح للوصول في التاثير في كل اللي حواليه؟ طبعا جدا. خليني اقول لجمهور البرنامج الاول، هو الثقه الاول بتيجي منين، وبعدين نقول ممكن نعمل ايه. الثقه الاول بتيجي من حاجتين، بتيجي من التعلم وبتيجي من الانجازات. فتلاقي الشخص اللي بيتعلم طول الوقت وبيطور من نفسه وبيحضر حاجات وبيقرا وبيثقف نفسه وكده، تلاقي دايما ثقته بنفسه عاليه. انجازات كمان، عمال يعمل انجاز صغير في انجاز صغير في انجاز متوسط في انجاز كبير، فبيحس بقيمه نفسه. فالثقه دايما بتيجي من الحاجتين دول، مهمين قوي. في نفس الوقت كمان بقترح وبحب قوي اقول للناس احضر حاجه قويه قوي تقدر تعلي معدلات الثقه بالنفس بطريقه غير مباشره. زي ايه يا دكتور؟ زي مثلا انا اصلا طفل بطبيعتي من زمان خجول، والخجل جزء في طبيعتي مش تطبع، ده انا اصلا ده عندي جزء في الطبع بتاعي. وكانت الناس دايما بتقول ده خليه يشتغل شغل يكون يعني ايه، ما يتعاملش فيه مع ناس قوي، مع اجهزه مش عارف ايه، اشتغل اتجه لمجال الاي تي. وايه سبحان الله ان انا ابقى بابليك سبيكر والترينر وادرب الاف من الناس واعمل محاضرات في الاستاد والكلام ده كله. يعني ده معناه ان في طفل ممكن يكون خجول ويحصل التحول ده في حياته؟ طبعا لان هو الطبع لا يتغير، ولكنه ينفع يتهذب لغايه 99%. فبس بيحتاج شغل كتير قوي. فاشتغلت على نفسي قوي في ان انا اخد حاجه اسمها بابليك سبيكينج. فبابليك سبيكينج ان انا اخد جرأه مميزه عند تحدث امام الجمهور واطلع اتكلم قصاد الناس. كانت اصعب شيء في الكون ان انا ممكن اعمله كان هو ده. لما عملته واتبسطت بيه، اكتشفت بعد كده التحدث امام الجمهور ده تاني اعلى خوف على مستوى العالم بعد الخوف من الموت. يعني الناس تخاف من الموت، وتاني حاجه يخاف يقف قصاد الناس. فدي يعني حاجه من الحاجات. فلما بنكسرها، تخيلي حجم الثقه بالنفس اللي يكون موجود عند الانسان، يقول انا كسرت التاني اعلى خوف على مستوى العالم، فايه تاني اللي ممكن يقف قصادي؟ كان عندي حاجات كتير جدا، كنت بخاف اطلع في اماكن مرتفعه، فوبيا، كان عندي مشاكل ان انا انزل اعمل دايفنج تحت الميه. كل ده خلص بعد ما خلصت تاني اعلى خوف على مستوى العالم. فالناس بتبقى جايه عشان تعمل بس برزنتيشن حلوه، يتكلم كويس، يكتشف بعد الكورس ما يخلص ان ثقته بنفسه زادت. ففتح البيزنس اللي كان خايف يفتحه. طب ايه علاقه البيزنس بالبابليك سبيكينج؟ الثقه بالنفس هي الحته اللي بتربط. يعني اصلا ممكن يكون الهدف من الكورس اللي انا بحضره حاجه معينه، الاقي نفسي ان الموضوع ده سمع معايا في مهارات تانية طبعا تخليني انجح في حياتي في حاجات تانية. طبعا انا يعني كم من الناس اللي سابوا وظايفهم وفتحوا بيزنس في الكوميونتي عندي رهيبه. لما سالتهم قلت لهم طب يمكن ال NLP، يمكن اللايف كوتشنج، قالوا لي البابليك سبيكينج، لاني اداني جرأه ان انا اخد الخطوه دي. وما شاء الله دلوقتي يعني عاملين نجاحات كويسه جدا جدا وفخورين قوي بيهم يعني طول الوقت. فثقه مفتاحها ان انا اكسر حاجه كبيره. طب ايه حاجه كبيره؟ تاني اعلى خوف على مستوى العالم، التحدث امام الجمهور. طبعا. زائد كمان انا سمعت، مش عارفه المقوله بصراحه منين، ان لو ملكت مهارات التواصل انت ملكت تقريبا بنسبه 90% تمام اي ديل قدامك. ده حقيقي. يعني انت عرفت تتواصل مع اللي قدامك. فعلا حقيقي. احنا حياتنا اصلا 93% تعامل مع الناس وتواصل مع الناس، من اول ما بنصحى بنعمل ده. فلو ملكت ده وكمان على مستوى عام وعلى مستوى جمهور، ما بالك بقى في الوان تو وان الشخص ده هيبقى عامل ازاي، يحاول مديره ازاي، يكلم الناس ازاي. حاجه رهيبه. حلوه قوي ده يا دكتور. طيب انا ملاحظه كده ان احنا بنتنقل ما بين كل حاجه ليها مفتاح. يعني كل تقريبا كورس او برنامج بنحضره بيضيف لنا حاجه. وكمان انا عايزه اضيف حاجه. انا سمعت عند حضرتك ان انت المكان عندك، يعني لما سمعت من بره المكان عند حضرتك مش مجرد مكان بنحضر فيه كورسات، ده انا شفت حاجات بتقول ان في حياه
وسمعت الكلام ده من بعض الناس، مش من بعض الناس، من ناس كتير، هو مش مجرد مكان بنتعلم فيه مهارات او مكان تعليمي، ده انا سامعه ان فيه يعني خروج وسفر وتنطيط وحياه طبعا. يعني كلمني اكتر عن الكورسز اللي بتقدمها عندك في الاكاديمي، وازاي نتواصل لو حد عايز ان هو ينمي مهاراته بقى في الحته دي. هو انا دايما بحب اسميها بيت، هو بيت فعلا، بيت. هي عيله الله. فاحنا بنتجمع. الحياه الواقعيه مشكله الكورسز كلها ان الناس بتحضر وبعدين ما تبقاش عارفه تطبق الكلام ده ازاي. طيب احنا لما نروح في اجواء فيها مديتيشن حلوه، اجواء فيها الكون بتاع ربنا اخباره ايه، اجواء فيها بحر، فيها ميه، فيها كذا، بيبقى على ارض الواقع الناس بتستشعر النعم اللي موجوده. لما نخليهم يجيبوا اولادهم ويطبقوا معاهم، هم نفسهم لما يبقوا صحبه وبيبقوا عيله، فالموضوع بيبقى مختلف. لان التعلم دلوقتي ما بقاش ينفع في الاجواء الروتينيه ابدا، يعني الناس بتتضايق من ده وبتنفر منه. انما لما يكون في اجواء تعليميه مميزه مليانه جيمز ومليانه العاب ومليانه ورش عمل ومليانه حاجات تطبيقيه، الناس بتستشعر فعلا وبتشوف تطبق الكلام ده ازاي، تقدر فعلا يبقى موجود على ارض الواقع وليه كيان فعلا حقيقي. حلو. فاحنا ده اللي بنحاول دايما نعمله في كل البرامج بتاعتنا. هو ايمانا منا بجد بان احنا نبرز الحاجات اللي بتساعد في ان الناس تكون تعيش بصحه نفسيه عاليه. فانا يعني لو استاذنكم نظهر بس التواصل مع الاكاديمي بيكون ازاي لو حد حابب ان هو ينمي مهاراته ويتواصل مع الاكاديمي، لان الحاجات دي بصراحه هي تستاهل ان هي يتحط عليها الضوء. تمام. في النهايه انا عايزه اقول لحضرتك للاسف وقت حلقتنا خلص يا دكتور. شكرا ليك وشكرا ان انت كنت معانا. شكرا ليك لرؤيه البرنامج كلها. ربنا يخليك. وفي النهايه عايزه اقول لكم ان نفسيتنا وان احنا نحسن من جوده حياتنا ده مش رفاهيه، هو لازم في وسط كل السلبيات اللي بتقابلنا في حياتنا. هسيبكم مع فيديو للاكاديمي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.